الحقيقة أنا مش عارف أبدأ منين ولا منين ولا أتكلم أقول إيه، لأن الخبر نزل على الواحد زي الصعقة كده. عارف أنت لما فجأة كده تسمع خبر يخليك تحس إن جسمك برد كده، وإنه إيه ده بجد؟ فجأة كده يعني. عمري ما كنت أتخيل إن اللحظة دي تيجي، ما تخيلتهاش بصراحة، ما تخيلتهاش. متخيلتش إن اللحظة تيجي اللي خلاص صلاح يقول فيها آخر موسم ليا مع ليفربول وأنا ماشي. يا أخي ده يا ريتك مشيت فجأة، ما حصلتش ولا مهدتها لي بالطريقة دي. احساس صعب، ضربة صعبة. حتى صلاح لو مش في مستوى، ان صلاح موجود معاك في قلب الملعب، انت معاك قائد، معاك لعيب خبرة، خلص الكلام. انت مش محتاج تقول حاجة. خلينا نبدأ. أول حاجة، صلاح أفضل لعيب لمس الكورة في الدوري الإنجليزي بالأرقام والإحصائيات والإنجازات. الراجل أفضل لعيب، أعلى من تيري هنري، أعلى من فرانك لامبرد، أعلى من جيرارد، أعلى من روني، أعلى من شيرر، أعلى من كل الناس الجميلة دي، وأعلى من كريستيانو. كارير كريستيانو في الدوري الإنجليزي الراجل ده أعلى منه حتى لو ما خدش الكرة الذهبية. مبدئيا كده، محمد صلاح افضل لعيب في الدوري الانجليزي، افضل لعيب مصري، وافضل لعيب عربي في التاريخ. لا حد هينافسه هنا ولا هنا، وبالذات في العربي وفي المصري محدش هينافسه في دي. في الدوري الانجليزي بقى لو هنتناقش بتاع تمام، انما عربي او مصري صلاح مفيش زيه ولا في اختلاف عليه ولا هيجي زيه. ف مش الاحساس، لا احساس صعب، احساس رخم. يعني ايه فجأة كده ابقى شغال عادي، اجي افتح التليفون الاقي صلاح منزل فيديو انا خلاص ده اخر موسم ليا انا لقيته والله منزل فيديو لقطات لي كده في الاول، قلت ايه ده صلاح حد عامل له مونتاج حلو وبتاع فمنزل فيديو غريب. يعني صلاح ما بينزلش الفيديوهات دي اقسم بالله. ده اللي حصل وده اللي انا فكرت فيه. لقيت بعدها الراجل جه قاعد وراه دولاب بطولاته. هات لي لعيب انجليزي، لعيب افضل لعيب في الدوري الانجليزي كله عنده دولاب بطولات زي ده. هات لي لعيب مصري عنده بطولات زي ده. هات لي لعيب عربي عنده دولاب بطولات زي ده. مش هتكلم كتير واقعد احرق بقى خلاص. قاعد لك ورا دولاب البطولات، الله اكبر حاجه تفتح النفس. قعد انا بقول في ايه برضه، انا مش فاهم. I will believe in في اخر الموسم مش هنتكلم انجليزي كتير مكسر واحنا مش فاهمين حاجه. انا اخر الموسم ماشي. ايه؟ يعني ايه اخر الموسم ماشي؟ يعني ايه؟ يعني إيه يا عم؟ يتحرق سلوت نيجي نفجر لك سلوت ده ونفجر لك هولندا كلها؟ يعني ايه ماشي؟ يعني ايه اخر موسم ليا وانا ماشي خلاص مع السلامة، وليفربول بيتي والنادي ده عمري ما هنساه، وافضل كارير ليا وافضل مسيرة ليا كانت في النادي ده، وافضل مستوى ليا وافضل لحظات والكلام الجميل ده كله، وخلاص خلصت الحكاية. يعني ايه؟ يعني ايه مش هيبقى في صلاح بالنسبة لنا احنا بقى كمصريين؟ يعني ايه مش هيبقى في صلاح؟ يعني ايه كمصريين مش هنقعد كل اسبوع نشوف ايه ليفربول عملت ايه النهارده؟ طب صلاح جاب جون، كنا كل حاجه نقول ايه ليفربول كسبت ولا خسرت مثلا كسبت. طب صلاح عمل ايه؟ هو كده صلاح عمل ايه؟ مش مين اللي جاب الاجوان، صلاح عمل ايه؟ جاب اجوان، عمل اسيستات، ايه الدنيا، ايه الارقام، ايه الكلام، اي حاجه وخلاص كله. كل الناس اللي بتتكلم عليه واللي تقول لك لا يا عم عادي ومش مهم واحسن وماشي وبتاع، مش هتحس بقيمته غير السنه الجايه. حتى لو انت دلوقتي من جواك زعلان بس بتحاول تبرر وتقول لا لا احسن ده مستوى وحش وبتاع، مش هتحس بقيمته غير السنه الجايه. اللي انت السنه الجايه مش هيبقى عندك خلاص لاعب مصري انت بتتفرج عليه في الدوري الانجليزي. مرموش مع احترامي ليه، مرموش يلعب ماتش يريح ماتش. مرموش مش صلاح، مرموش ما هوش صلاح، مش نفس مستوى صلاح ومش هيوصل للبيك بتاع صلاح، مع ان مرموش موهبه اعلى وعنده الفرصه والامكانيات، بس مرموش مع جوارديولا والليله دي. مش هندخل في التفاصيل دلوقتي. مش هتحس بقيمته غير السنه الجايه لما تلاقيه بقى راح الدوري السعودي ولا راح الدوري الايطالي رجع ولا بتاع. محدش كده كده بيتفرج على الدوري الايطالي عشان ما بيزعش على بين سبورت. فمش هيبقى في صلاح خلاص. ليفربول انا شجعت ليفربول بسبب انا وعيت على الكوره 2017. قصتي مع صلاح ان انا وعيت على الكوره في 2017 بتفرج على كريستيانو في ريال مدريد بتاع. بعد كده اسمع عن صلاح في روما. بعد كده هوبا ده صلاح راح ليفربول. اقسم بالله ما كنت اعرف ان في نادي اسمه ليفربول. ليفربول ده احنا نتابع ونتفرج. هوب اول سيزون اتفرج انبهر، تاني سيزون، تالت سيزون، رابع سيزون، خامس سيزون، خلاص انا بقيت متعلق بالراجل ده ومتعلق بالفريق ده وخلاص انا عايز اشوف الراجل ده لعب حلو لعب وحش، انا كفايه ان انا بتفرج على الراجل ده. بيلعبوا الكوره طول ما الكوره مش مع صلاح وانا بتفرج على الماتش اللي هو اخلص بصوا الكوره لصلاح، عايز اشوف الكوره في رجليه، عايز اتفرج على الراجل وهو بيلعب. خلاص كده ما بقاش في صلاح خلاص. دي واحدة تقريبا من أصعب اللحظات اللي عدت عليا في تاريخ الكورة. طبعا أنت كده كده عندك حياتك المهنية شغلك، عندك علاقتك بربنا، عندك حياتك وشغلك، بس طبعا عندك حاجة الترفيه اللي هي الكورة. كل واحد عنده حاجة ترفيهية ليه، فاحنا عندنا الكورة دي ترفيهية لينا احنا يعني كرجالة، أغلبيتنا كرجالة. أنت تتخيل فريقك ولاعبك المفضل مش موجودة عندك دلوقتي، ما بقاش عندك
لاعبك المفضل ده مش موجود، فريقك اصلا انت شايف الدنيا ما تفهمش فيه ايه، والاداره يعني بالنسبه لي كده صوت كسب الحرب دي، كسب الحرب تقريبا. الاداره هتنطر الاثنين بنسبه كبيره، الاداره هتنطر الاثنين. واللي انا حاسه، اللي انا حاسه وشاكك فيه، ان صلاح عرف ان الونسو، تشافي الونسو هيدرب ليفربول السنه الجايه، ان بنسبه كبيره تشافي الونسو هيدرب ليفربول السنه الجايه. فعندك تقريبا هو الونسو ما بيحبش اللعيبه الكبيره في السن زي كده يعني. حتى لما جه ريال مدريد قال لمودريتش، شوف مودريتش بقيمه مودريتش، قال له انت مش هتبقى من ضمن خططي، مش هنبقى مظبطين الاداء مع بعض. فالراجل ايه، خدها من قصرها ومشي. فانا برضو حاسس كده ان صلاح تواصل مع الونسو، قال له انت مش هتبقى من ضمن خططي وبتاع، ومش هينفع ان احنا نكمل مع بعض يا صلاح. فده اللي انا حاسه، ده احساسي، والايام كده كده جايه وهنفهم الدنيا اللي فيها. بس مين هيبقى له بقى نفس يتفرج ولا يشوف ليفربول ولا يشوف كل الكلام ده؟ مين هيبقى ليه نفس؟ محدش هيبقى ليه نفس بصراحه يعني، محدش هيبقى ليه نفس. صراحه الواحد عاش معاه لحظات والله العظيم ما يتقدر بثمن. ده كفايه اللحظه بتاعت 2018 دي لما جاب ضربه الجزاء في الكونغو، يا نهار ابيض. ولا لما رحنا كاس العالم والراجل جاب لك جون في روسيا، حتى لو ضربة جزاء رزعها رزعه كده في السقف. ولا لما جاب لك جون في السعوديه، اللي تشبايه اللي جابها دي اللوب. الراجل صلاح مع منتخب مصر شيء توابات. لا الراجل حلو، الراجل حلو، الراجل وصل بيك نهائيين ولا ثلاث نهائيين. احنا السنه دي خرجنا من ربع النهائي، وصل بيك نهائيين او افريقيا، وصل بيك 2 كاس عالم اهو. و2022 كان هيوصل برضه لولا ان انت فاسد. فعشان كده انت ما عرفتش توصل كاس عالم، لان كان قدامك فريق جاهز ومظبط عناصر ومعاه لعيبه وكده، عشان كده وصل. انما الراجل لا، مجمل الراجل دايما بينافس وبيحاول دايما يعمل كل حاجه، بيجيب لك اجوان بكل الطرق اللي انت تتفرج عليها. والراجل لا، جاب لك اجوان والراجل موجود. مش هتفهم قيمه الكلام ده غير لما الراجل ده يعتزل كمان دولي، فساعتها هتقول ده ما فيش، ده احنا مش عايشين بجد بقى. عشت معاه لحظه 2018 لما كان بيلعب النهائي قدام ريال مدريد، وساعتها راموس خده، وانا فاكر كرهت راموس كره اليوم ده. إيه اللي انت بتعمله ده يا عم وبتاع. وكان صلاح فعلا في الفورمه وجامد لحد ما ريال مدريد كسبت 4-1. شوف، مع ان مدريد ليفربولي، بس لاجل صلاح كنت بشجع ليفربول قدام ريال مدريد، كنت بشجع ليفربول برضه قدام ريال مدريد. شفته في 2019 وهو في النهائي وبيجيب لك بقى ضربة الجزاء و يا نهار ابيض، ومحمد صلاح بيرفع دوري ابطال اوروبا، انا ما كنتش مصدق. شفته لك في الدوري الانجليزي وهو بيحطم لك الارقام، بيجيب لك اجوان 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 اجوان، واسيستات وتمريرات وحركات. خلاص الراجل بقى الدوري بتاعه، الراجل بقى الدوري بتاعه، فخلاص يعمل فيه اللي هو عايزه. شفته لك وهو بيوصل نهائي 2022 وبص عمل كل حاجه في الكوره وخسر. شفته لك وكان بينافس على البالون دور وخسر برضه بسبب شويه تفاصيل صغيره. شفته هو بيعمل كل حاجه، شفته هو بياخد بوشكاش، شفته هو بيجيب الاجوان الجامده. تقريبا اغلبيه اجوان صلاح كلها انا بتفرج عليها. شفته لك في الموسم اللي فات، اجمد موسم ليه في كاريره كله، اللي عمل لك فيه كل حاجه وجاب لك فيه الدوري ليفربول، وكان بيولع الدنيا. اللي هو بس شويه تفاصيل صغيره كان ممكن كمان يوصل يبعد في دوري ابطال اوروبا. بس كان قدامه فريق زي باريس تقيله، وكان معاه مدرب مالطي زي سلوت ده. بس مش هنتكلم في تفاصيل كتير. الراجل بيعمل لك كل حاجه مع منتخب مصر، المنتخب بتاعك اللي هو كان اضعف منتخب من اضعف منتخبات البطوله بالعناصر، وصل بيهم نص نهائي وخسر بجون يعني. كنا لا تقدر كمان ان انت الجون ده تلحق نفسك منه لو كنت هاجمت شويه، لو كان معاك عناصر كويسه شويه. فلا، بيعمل كل حاجه الراجل، بيعمل كل حاجه. وشفته طبعا السنه دي والدنيا جايه عليه، وتحسه كله ما صدق ان هو وقع، عشان تحسه كله كان سنين له السكاكين عشان ينزل على رقبته. هو الراجل قام جاها من قصيرها وفهم اللي فيها. خلاص انا كبرت في السن، بلاها بقى نمشي حتى بصوره كويسه، مبقاش مثلا بقى مستوى اللي هو يا عم امشي بقى خالص، ابقى حتى اللي هو ايه، موسم مستوى متوسط فيه، فايه امشي من قصيرها واخدها من قصيرها عشان حتى افضل اسطوره والناس تفتكرني بخير في النادي ده، واروح نادي تاني اشوف في الدنيا. مش هنتكلم في تفاصيل دلوقتي الراجل هيروح فين، ولا حتى عايز اعرف مين هو بديل صلاح، لان بالنسبه لي في العالم حاليا مفيش حد ينفع يكون بديل صلاح بالساهل. صعب قوي المهمه دي عليه. بس هنشوف الايام جايه على ايه. وشويه دردشه كده، الواحد كان حابب يدردش. و الحمد لله، الحمد لله. هي دي سنة الحياة، هي دي سنة الحياة فعلا. وعادي يعني، خلاص سنة الحياة. خلاص عجبتك الحلقة، متنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم.